بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. النهارده يا جماعة هوريكم منتج جديد. المنتج ده بيتباع على امازون ب 140 جنيه. المنتج ده ما بياخدش شغل بالظبط 5 دقايق. طريق لو انت لسه بتتعلم هتاخد 10 دقايق، ربع ساعة. انا عايز بس اوريكم سهولة الموضوع. المشكلة بتكمن في حاجة واحدة بس، ان يكون عندك الرغبة انك تتعلم وحد ياخدك من ايدك كده يعلمك، يقول لك دي بتتعمل ازاي، بتبدأ بايه وتنتهي بايه، بتبدأ من يمين ولا شمال، من فوق ولا من تحت. المشكلة بتكمن في كده. رقم واحد في حاجتين اتنين، ان يكون عندك رغبة في التعلم، لانك انت لو عندك رغبة في التعلم مفيش حد هيقدر يوقفك. العدو الوحيد اللي موجود معاك هو نفسك جواك. لو انتصرت عليه اعداء الدنيا كلها مش هتقدر عليه. تعالوا نشوف المنتج ده. المنتج ده احنا عاملينه. مهمته ايه المنتج ده؟ المنتج ده بيمسك معصم اليد. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. ده المنتج يا جماعه. وده فيلا دي، ده على فكره ده يعني زي لوجو كده انا اللي عامله. يعني اي حاجه كده هوريها لكم انا عملته ازاي. يعني قصدي انك تحط اللوجو بتاعك. ماشي اهو. ده كان عندي شريط. تعالوا نشوف منتجنا انضف ولا الصيني اللي هو ب 140 جنيه. تعالوا نشوف احنا عملنا ده ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. زي ما احنا عارفين يا جماعة اهو، جبنا الفرش اللي تحت اللي احنا بنعلم عليه. الاسطمبة دي موجودة ما تقلقش، يعني عايزني ابعتها لك. هي اسطمبات كتير لو حبيت. هنجيب الفرش ده اللي هو زي ما قلت لكم بيتجاب من عند الناس اللي بتبيع الجلد اللي هو جلود الاحذية والحاجات دي. الجلد اهو، وقطعنا بالاسطمبة وكل حاجة، وبنقيس وبنمسح عليها بالكلة. تمام. فلازم نشيل ده، لان احنا لو حطينا القماشة بتاعتنا السمرة دي مش هنشوف مكان العلام بتاع الصابع. ماشي. لازم نقفل الكلة طبعا علشان بتنشف بسرعة جدا وبتتقل يعني. حطينا حتة قماشة على بتاع ده، وهنحط قماشة تانية برضو على الظهر. تمام. بندهنها بالكلة. والطرف مش مشكلة، يعني الطرف ما هوش مشكلة بالنسبة لنا، احنا ممكن نقصه خالص لحد الاخر. ليه؟ لان احنا كده هنعمله على المكنة بطرف تاني برضو. ماشي. جينا احنا بنيه زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ نحدد ونقطع القماش ده. على فكرة فيه بتاع بيتشري زي ما انت شايف كده، يعني في جلد بيتشري من عند الجماعة بتوع الجلود، بيتشري بنفس القماش كده، بيبقى ماكسي. هنجيب بقى دلوقتي 3 أحزمة. الحزام كام ده؟ 20 سنتي. ماشي. هنجيب منه 3 قطع. قطعنا 2 وادي التالتة هنقطعها 3 قطع، وهنجيب 3 قطع برضو 10 سنتي. تمام. وتلات بتاع ده صغير اللي هو المقبض الصغيرة دي، اللي هي البنس الصغيرة دي. تمام. اللي هنحط فيها الايه اللي نحط فيها القطعة دي، ونجيب اللي هي الحتة 10 سنتي ونبدأ نخيطها. تمام. محمد. ادي التانية هنبدأ نعملها برضو. ماشي. دي القطعة بتاعتنا بنجيبها طبعا زي ما احنا عارفين اهوت، بنجربها نشوفها عاملة ازاي. هنبدأ نخيط دلوقتي ال3 قطع الصغيرين. دي أول قطعة. كل حاجة بالمقاس على فكرة، وكل حاجة موجودة فين؟ في الاسطمبة نفسها يعني. ماشي. في خطوط بيتعلم عليها كده. أنا على فكرة بظبط عيار المكنة عشان السمك تخين تحت المكنة. السمك أزيد من نص سنتي فبيبقى تخين تحت المكنة. هي أي مكنة صناعي على فكرة تشيل الموضوع ده. يعني المكنة الصناعي، أي مكنة صناعي تظبط الموضوع ده جدا. المكنة دي جاك نص كمبيوتر، كنت شاريها ب2800 2900 جنيه يعني، بس ما شاء الله جميلة جدا. تمام. جينا بقى للتالتة اهوت، عملنا 2 ودي التالتة. هنخيطها برضو ونأكد عليها. طبعا الزيادات اللي هي في الحزام دي هنداريها دلوقتي بشريط اسمر. الشريط على فكرة اهو
ممكن تحط فيه بتاع ده زي سيخ حديد كده، او حاجة عريضة حديد كده، وممكن ما تحطش. ماشي. اه، ده خط كده عشان يداري الايه، يداري شكل الأحزمة، وفي نفس الوقت بيبقى في قلبه عميد صغير كده ايه حديد بيتظبط يعني. جينا بعد كده بقى هنجيب السكتش اللي هو الايه اللزق، اللي هو اللي بيلزق، اللي هو اللي احنا عارفينه طبعا. بتلاقي المتر ب10 جنيه، اللي هو العريض كمان، يعني 10 جنيه دولت يغرقوك، يعملوا لك 50 واحدة من ده يعني. اهو بنقطع حتة برضو على قد المقاس بالظبط، اهو 8 سنتي هي، ونحطها على 10 سنتي. هنحط على الطرف الأول اهو زي ما انتم شايفين، حطينا الطرف الأول اللي هناك اللي هو الناعم، وده الخشن اللي هما بيمسكوا في ايه، في بعض. تمام، لأن احنا هنخيطها دلوقتي وهيمسكوا في ايه، عشان ده يلزق في ده. تمام. خلصنا احنا دلوقتي التلاتة، هنبدأ نخيطهم فين اهو. هناخدها من النص كده. على فكرة كل حاجة موجودة في الاسطمبة برضو، العلامات وكل حاجة، يعني مش بتخيطش عشوائي كده. ماشي، كل حاجة بالمقاس عشان تطلع الحاجة ايه مظبوطة ان شاء الله يعني. اه بس كده، وبنسيب الطرف التاني ده لان هو ده اللي بيمسك. تمام، ده الاول وده التاني اهوت، نفس النظام برضو. الموضوع سهل وبسيط جدا، ومش محتاج اي يعني مجهود جبار، يعني مش هي حاجة بتتعلمها وبتاخدها واحدة واحدة. ماشي، والمنتجات كتير كتير جدا، والطلبات كتير، يعني ملهاش اول عن اخر زي ما بقولوا. جينا دلوقتي بنجرب اهوت. زي الفل، تمام، طلع مظبوط. اه طلع مظبوط ما شاء الله. ده المقاس الكبير، دي الاسطمبة بتاعت المقاس الكبير. جينا دلوقتي اللي هي الايه الكفر اللي بره ده، ده اللي بيخلي شكل الحاجة طبعا، يعني بيقفلها من بره. شوفوا هيقفلها ازاي، وهنشوفها الاخر عاملة ازاي. تمام، دي قماش على فكرة عادية، هي نفس نوع القماش اللي انا حاطه في اللي انا مغطي بيه الجلد ده. خلصنا كده. بعد كده خلصت انا خيطته من ناحية، الناحية التانية ببدأ ألزقه علشان ما بيبقى جوه اشيك من ان هو يكون متخيط، بيحتفظ بشكل الحاجة. ده احنا لزقناه الحمد. بص الشكل في النهاية عامل ازاي، ما شاء الله، حاجة يعني ولا الصيني ولا غير الصيني. واللوجو ده على فكرة ده شريط كان عندي، بحطه كده، انت فاهم ايه، منظر كده، عشان انت تحط اللوجو بتاعك بقى زي ما انت عايز، يعني اللوجو بتاعك تحطه يبقى ليك ورشتك بقى، ليك مصنعك زي ما انت حابب يعني. اهو جيت انا ورحت جاي لازق الشريط اهو، ده اللوجو بتاعك. تمام، على فكرة كلها بتلزق، اي حاجة بتلزق، قماش وجلد ومشمع واي حاجة. ماشي، ده يعتبر الشكل النهائي لمقاسات اليد. هنيجي نلبسه اهوت اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. ده الاول، الثاني، الثالث، ده المنتج يا جماعه. يا ريت في الاخر بقى لو حسيت انك استفدت من الفيديو، لو عندك استعداد انك تتعلم مهارة جديدة في ظل هذه الظروف، انا متأكد مليون في المية ان مرتبك مش مكفيك، لانه مش كان مكفيني. انا هعمل لك فيديو انا ايه اللي حصل معايا، وابتديت في الحاجات دي ازاي، وابتديت اشتغلت ازاي، الموضوع كبر معايا وبقيت اعمل طلبات كبيرة جدا، والحمد لله يعني ربنا فتح عليا. لو انت فعلا عايز تتعلم، اعمل متابعة للصفحة، ولسه في جديد، ولسه زي ما قلت لك التقيل لسه جاي. سلام.